هلا ومية هلا، وعساكم بخير وصحة وسلامة حبايب قلبي متابعيني. أتمنى الكل تكونوا بخير. اليوم ويانا كيكة قطع الفواكه المجففة. خلينا نشوف المقادير. عندي بالبداية هنا الصينية مال كب كيك. راح أخلي رز بالبداية. يلا أخلي الكب كيك حتى ما تحترق من جوا وبنفس الوقت تستوي بصورة صحيحة. المقادير نجي عليها هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نص كوب سكر أو 3/4 الكوب سكر إذا حبيتوا شوية بيها حلا زيادة حسب رغبتكم، كلها ترهم. راح نخلطها كل زين لحد ما توصل هذا القوام. كميتنا كلش قليلة فما راح ترتفع هواية. عندي هنا الفانيلا، أي نوع فانيلا تحبون تستخدمونه، ربع كوب زيت إذا مو ثلث كوب زيت حسب رغبتكم. أنا خليت هنا ربع كوب زيت مليان زيادة، يعني تقريبا فوق الربع. هنا كوب حليب سائل ويكون شوية دافي على مود يساعد السكر بالإذابة أكثر. طريقة كلش سهلة وسريعة. وهنا خلصنا الخليط بهذا الشكل. راح نخليه ونضيف عليه كوب ونص طحين ويا رشة ملح وملعقة كوب بيكنج باودر. نخلناه مرة مرتين ويكون كل زين حتى يدخل بيه كمية من الهواء. نخلطه بهدوء بإيدينا مو بالخلاط حتى لا تصير العجينة قاسية من تطلع من الفرن. هذه الطريقة كلش حلو. خلطناها تقريبا تاخذ من عندنا دقيقة واحدة. انتهت. هنا راح نبدي هسه نحضر صينيتنا ونصب بيها الكب كيك. خليتها بالدلة وراح ابدي شوية شوية اصوب 3/4 الكب كيك، اخلي بيه العجين مثل ما تلاحظون. اهم شي تخلون مسافة للكيك حتى من ينفش ياخذ راحته ويكون كلش حلو يطلع. بهذا الشكل كملت كل القطع مثل ما تلاحظون. هنا راح نجيب لكم قطع الفواكه المجففة. سبق وسويتها مرتين بالقناة ونشرت لكم اياها. قطع الفواكه المجففة كلش طيبة وكلش حلوة وتحلي الكيك وتنطيف بمنظر رائع جدا. وبعوا الوانها شلون جمال. هي كلها من عنصر واحد ونقسمه ونلونه وننطي نكهة وطعم. هنا أنا راح أبدي أوزع قطع الفواكه المجففة على الوجه. يفضل ترشون الوجه بالطحين. يلا تخلون قطع الفواكه أحسن حتى لا تدخل كلها جوا. يا أما ترشون قطع الفواكه المجففة بالطحين شوية وبعدين تخلوها على الوجه أنسب حتى تبقى على الوجه طايفة لي فوق. هنا طبعا هي بالفرن كلها دخلت لي جوا، لكن أنا رجعت خليت جزء من الفاكهة. هنا دخلناها الفرن وأخذت تقريبا أقل من 3 ساعة واستوت. الحرارة فقط من الأسفل 180 درجة مئوية. هنا خليت قطع الفواكه زينت بيها لأن الدنيش اللي خليتهم دخلوا جوا. خليتهم على الوجه ورجعت دخلتهم للفرن فقط من الأعلى على درجة حرارة الفرن نفسه كان مطفي. التصقت وصارت كلش حلو شكلها. لكن أنا كل مرة أخلي لهم طحين بحيث يبقون على السطح. المهم إن شاء الله عجبتكم الوصفة وأتمنى نالت إعجابكم. تحياتي لكم وإن شاء الله أرجع وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.